بيان إلى الرأي العام خلال الأزمة السورية التي ألقت بظلالها على كاهل المجتمع السوري من الحرب والاحتلال والهجرة والتهجير التي كانت نتيجة الذهنية الاستبدادية والقمعية والعنصرية وازدراء قضية المرأة، إلا أن مناطق روجافا وشمال وشرق سوريا التي شهدت ثورة المرأة حققت تغييرا جذريا في بنية المجتمع، أسهمت في تحقيق ثورة مجتمعية شاملة تضم كافة فئات ومكونات الشعب من مختلف الإثنيات والأعراق والطوائف، وقد انعكست نتاجاتها على الواقع المعاش من خلال ترسيخ مبدأ العيش المشترك والأخوة والتضامن والتكاتف. فالموازيك الثقافي والحضاري الذي تعيشه سوريا لا يتلائم إلا مع نموذج المتعارف عليه في مناطق شمال وشرق سوريا. فبعد سقوط النظام البائد وترأس الذهنية السلفية حكومة دمشق لن تأتي سوى بحروب أهلية وطائفية، فما أحداث الساحل السوري وما ارتكب بحق الطائفة العلوية من مجازر واعتداء واغتصاب بحق النساء خير دليل على ذلك. ها هي أحداث التي جرت مؤخرا في محافظة ريف دمشق، جرمانة وأشرفية صحنايا التي يسكنها أغلبية درزية من قبل فصائل مسلحة، والقيام بانتهاكات بحق السوريين منتهكين بذلك حقوق الإنسان إنما تدل على غياب حالة الاستقرار والأمن التي تعيشها سوريا وانعدام مشهد السلم الأهلي بعد سقوط النظام البعثي البائد. ما يعزز هذا المشهد المأساوي هو اتسام حكومة المرحلة الانتقالية بالقومية الواحدة واللون الواحد والطائفة الواحدة، وذلك من خلال إقصاء كامل أطياف الشعب السوري. لذا نحن في حركة مؤتمر ستار نعرب رفضنا اتجاه ما يجري خوفا من تكرار ما حصل في الساحل السوري من انتهاكات وصلت إلى مستوى جرائم حرب من خلال ارتكاب المجازر وعمليات قتل للمدنيين على أساس طائفي. إننا نطالب حكومة دمشق المؤقتة القيام بمسؤولياتها جراء ما يحدث من انتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، والالتزام بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفتح باب الحوار أمام جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري دون إقصاء، وبناء نظام ديمقراطي تعددي يكون للمرأة فيها دور بارز للارتقاء بسوية المجتمع السوري وتحقيق العدالة الانتقالية والتعديل الدستوري ونبذ خطاب الكراهية ووحدة الأراضي بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوري في تحقيق الحياة الحرة. مجلس مؤتمر ستار 4/5/2025. جنجيانا